يا من تلا قول النبي وبين لله صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبة الكرام، اليوم إن شاء الله راح ناخذ الحديث السادس والثمانون من كتاب 100 حديث للحفظ من صحيح البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه. أعيد الحديث السادس والثمانون عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه. والله ليال ما أنت إن شاء الله وحا خادينا وحديثك سدتا إيو لحاد كتابك بقولك حديثك هبونا حفظ تيسا من صحيح البخاري ومسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. متفق عليه. معني ناسي هاي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود الله كرالي نقده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولك حقيقك سوري نحريسي نبتقلي كوركي ساعته قال إنه ده إن أشد الناس عذابا دتك عذابت العذاب أقدرا عند الله إلى أكتيسة يوم القيامة ما لنت قيامها المصورون دتك وحصوروا. متفق عليه. حديثك حسكوا في البخاري ومسلم. مركا لك سؤالنا عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله كرالي نقده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولك حقيقك سوري نحريس إنه بتقال كوركي ساعته قال إنه ده إن أشد الناس عذابا دتك عذابت لعذاب دتك أقدرا وعند الله مالنت إله أكتيسة يوم القيامة مالنت قيامها المصورون دتك وحسوره. متفق عليه. حديثك سكواف خير بخاري ومسلم. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.